ما دام وصلنا لكاس العالم يبقى لازم نقف احتراما وتعظيما لهذا الكبير يا عم علي، ولازم ندخل الناس اللي بتشاهدنا، الناس المحترمه معانا في جو اللعب اللي احنا هنلعبه سوا. مبدئيا كده لازم تبقوا عارفين انه في مسابقات على كاس العالم باذن الله، يعني لو حد عاوز يشترك معانا في المسابقات يحط لايك على الفيديو. لو جينا عدد لايكات كتيرة هننزل الفيديو الجاي شروط المسابقة ابقى فيها جوائز مادية وتيشيرتات، وابقى فيها كل حاجة وكل حاجة بالتوثيق، عشان محدش يقول لك الناس ما بتدفعش، الناس ما بتوديش تيشيرتات يا عم علي. السؤال بس لو انا علقته هكسب؟ لا انت مش هتكسب تبالك. انا لو اخدت سيلفي معاك انت ان انا سلمت لك تيشيرت يبقى كده احنا بنتكوس لبعض. فعشان الناس بس تطمن اي حد هيوصل له المكسب المادي او ايا كان اللي هيحصل، أيوة. كله بسكرينات بتنزل، والتيشيرتات كله ده بالتصوير، يعني اللي هيسلم حد تيشيرت هتصور معاه هتنزل على الصفحه، هتنزل على الفيديو، اللي هيكسب في الجوائز الماديه برضه هتاخد سكرين شوت وهتنزل، ولو نعرفوا نتواصلوا معاه ونجيبوا برضه حته من المكالمه عشان للتوثيق مش اكتر هنعمل كده. ويلا بينا دلوقتي هنخش في مجموعات كاس العالم يا عم علي. اول مجموعه معانا السنغال وقطر وهولندا والاكوادور. حلقه النهارده هنتكلموا فيها من كل واحد فيهم وجهه نظره مين هيصعد من كاس العالم، ايه شكل المنتخبات في شكل المجموعات، يعني مين هيبقى احسن، مين عنده فرص مين ما عندوش فرص. اول مجموعه قلنا السنغال وقطر وهولندا والاكوادور. طبعا وانت مغمض عينك هولندا وقطر عليه. نفس الموضوع هولندا وقطر. كمنتخب افريقي السنغال من المنتخبات اللي هتعافر مع قطر على الدرجه الثانيه للتاهل، ومش هيبقى خروجها بسهوله. وقطر مش هتطلع بسهوله بسبب عوامل الجمهور وعوامل الملعب وكل حاجه عند قطر. المجموعه الثانيه ايران امريكا انجلترا ويلز. احنا برضه يعني المجموعه دي فيها انجلترا طبعا دي ضمن اول، هيبقى الموضوع كله ما بين ايران وويلز وامريكا، هم الثلاثه برضه. انا قلت امريكا وانجلترا. امريكا مش منتخب قوي ومش منتخب ضعيف، يعني طبيعه الشرق الاوسط بيضيع، فاهم. المجموعه الثالثه السعوديه والارجنتين والمكسيك وبولندا. هنا تقريبا المجموعه الوحيده اللي اختلفنا فيها. انا ارشح الارجنتين وبولندا. انا قلت الارجنتين والمكسيك كده احنا مختلفين هنا. كمنتخب عربي السعوديه في المجموعه دي بصراحه مظلوم، هتعاني. يعني السعوديه انا مش اعتقادي لو المغرب مكان السعوديه كان ممكن عملت حاجه في المجموعه دي بالذات. لو تونس كان ممكن تعافر، بس السعوديه برضه معذوره. الارجنتين مش هترحم حد، اخر كاس عالم مش منتخب ضعيف السعوديه، بس مش هيعمل حاجه في المجموعه دي. لا والارجنتين اخر كاس عالم ليونيل ميسي لازم يعملوا حاجه. المجموعه الخامسه اليابان، نسينا الرابعه معلش. المجموعه الرابعه تونس استراليا فرنسا الدنمارك. اعتقد المجموعه محسومه، فرنسا والدنمارك صاعدين. وبرضه يعني احنا زعلنا على المنتخبات الافريقيه والعربيه ان انت نفسك حد، بس دايما انت زي ما انت قلت تصنيفك اللي حطك في الوضع ده. انت تصنيفك زيرو، دايما رابع، فاهم. انت محطوط في مكان في خانه اليك اللي هو انت المنتخب الثالث. لو مكانك كويس وانت المنتخب الثالث، والثالث برضه بيطلع ما بيتصعدش. انت معاك فرنسا والدنمارك، انت هتحكي في ايه؟ المجموعه الخامسه اليابان والمانيا واسبانيا وكوستاريكا. مجموعه المانيا واسبانيا خلصانه، واليابان وكوستاريكا الله حكيته. المجموعه السادسه المغرب بلجيكا كرواتيا كندا. بلجيكا كرواتيا اعتبر حاسمين، كندا مش وحش. وهنا المنتخبات العربيه نقدر نقول هتلعب على التصنيف الثالث والرابع بعد ما تطلع بزايد المجموعه. لو اخذ 3 نقط مثلا من حساب حد. مبدئيا كده المغرب على اكتر منتخب عربي المفروض يعمل حاجه بالسكواد، بس مع وليد الركراكه ما شفناهوش مع المغرب، فما نقدرش نحكم عليه، بس انا عارفك هتجيب وشه. هو السؤال بس والله العظيم انا مش همشي خلوزيتش عشان خاطر لعيب مش راضي اضمه، وعشان خاطر اجيب واحد زي الركراكه. فاكر لما كنا مصر بتفاوض وحيد خلوزيتش وقلت لك يا علي وحيد خلوزيتش مدرب صدامي شخصيه، هو صوته كده، فمش هينفع. هو الاهلي يجي يفاوض وتك مش هينفع معانا، مش هينفع معانا. يعني احنا عاطفيين جدا على فكره، فمش هينفع معانا، مش هينفع في العرب عامه. المجموعه السابعه الكاميرون البرازيل صربيا سويسرا. البرازيل وصربيا مخلصين، بس الكاميرون صعبه وسويسرا مش صربيا، معلش. ما سويسرا انا قلت انت قلت صربيا. لا سويسرا اسف سوري. البرازيل وسويسرا. الكاميرون طبعا هي حزه مكانها في النهائي دوت، ودايته واعد واعد. وانا على فكره مطلع المغرب ثالث، ازاي توصل نهائي مع الكاميرون؟ ولا اول المغرب ثالث ممكن يكون نهائي مثلا على التوالد مثلا، فاهمنا يعني ممكن احسن ثالث، ممكن احسن ثالث في المجره حاجه كده مثلا. المجموعه الثامنه والاخيره غانا كوريا الجنوبيه اورجواي والبرتغال. مهما الاورجواي والبرتغال يا شباب يا شباب انتوا يا علي انت بتعمل ايه يعني؟ فاهم انت هتهزر معايا؟ طيب بص
واحب منتخبين ضامنين، بس يعني برضه منتخبنا اللي احنا عايزينه يكون يعمل حاجه. احنا مش معنى ان احنا مش صاعدين، فاحنا عايزين منتخباتنا الافريقيه تبقى شكلها كويس، ما حدش يطلع يقول لك ايه ده المنتخبات الافريقيه كلهم بيحطوا في مجموعه مش هيصعدوا. الجمله دي بتحرق دم. هو طلع وقال ابراهيموفيتش قال لك المنتخبات افريقيا كلهم في مجموعه واحده مش هيصعد. دي كلام احنا مش عايزين كده، مش معنى احنا مش صاعدين، لا احنا عايزين غانا وكل المنتخبات اللي صعدت والكاميرون والمغرب وتونس والسعوديه وايران كل المنتخبات العربيه تعمل حاجه كويسه. بس معلش مع احترامي المنتخبات العربيه كلها، تصنيفك احنا كل اقصى طموحنا ان احنا نصعد كاس عالم. صعدنا كاس عالم يا باشا زي الواحده قبل ما تتجوز، احنا ما اتجوزت انا اتجوزت، هي عملت كل حاجه. فاكر لما في تصفيات كاس العالم قلت لك نفسي الجزائر تصعد عشان هي المنتخب الوحيد اللي عمل حاجه وممكن يعمل الشخصيه اللي يقدر يعمل بيها. ومدرب جمال بالماضي مدرب بس صغير، مدرب تجيله لاسمه، فممكن يعمل حاجه. بس اعتقد انه المنتخبات العربيه كلها على الله حكايتها يعني. والمنتخبات اللي هي برضه بتصدر المشهد في الاخر هتلاقيها منتخبات اوروبا وامريكا الجنوبيه بالظبط. انت برازيل ارجنتين اوروجواي وتروح على بلجيكا. المنتخبات الاوروبيه قال لهم لا حصر البرتغال وفرنسا والجماعه دول الجماعه اللي الله حكايتهم دول. الاصابات وموضوع الاصابات اللي بيحصل ده هو ساديو ماني خبر واحد وربك يسترها على السنغال. حتى جمال العرب. في اخر الفيديو ما تنسوش موضوع المسابقات، لو عجبك الفيديو تنساش اللايك، وزي ما قلنا لو لقينا عدد لايكات هننزل صوت المسابقه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.